صلوا على النبي يا جماعه. ونفض الشقه عندهم، ما هو مش عشان العيد خلص يعني هنقعدوا. لازم كل واحد فينا يعمل حاجه. بدي دروس شويه في التاسيس وفي مراحل الابتدائي، حبات صغيره كده، وبعدين بكمل بقيه اليوم زي ما انتم شايفين. لان لو اي حد ايده مش في الحاجه بيبقى ايه، التراب بيقعد فيها بيسكن فيها. لازم الدنيا تبقى نظيفه. وهنا ده الفرش الوسخ اهو، وهنا فرش نظيف. كده طبعا القديم بتاع زمان ده هو ده علامه البيت المصري القديم يعني. زي ما انتم شايفين كده التراب، لو الناس ايديها كل يوم في الحاجه، قرب كده اسمعيني اوريكم، ايديها في الحاجه الدنيا هتتنها زي الفل. شايفين؟ اهم حاجه التراب. انا عندي عقده التراب، نفسي ربنا يكرمنا ويكرمكم. شايفين؟ شوف يا مازن، اختك بتنادى عليك ليه؟ اشتركوا في القناه يا جماعه وفعلوا الجرس، وربنا يشفي كل مريض وما يدخلش لحد غم، ويبعد عنكم ولاد الحرام، ويسهل الامور لكل انسان، ويهدي لكل واحده زوجها يا رب، اللهم امين. لما بتبقى الواحده ايدها في الحاجه في البيت ما بتبقاش ناعيه هم نظافه ايد ولا هم نظافه حاجه. انا دايما كده.